عليكم، نتمنى تكونوا بخير وما ناقصكم خير. قصة اليوم ديالنا قصة معقدة ومتشابكة، نتمنى تبقاو معايا حتى الاخر باش تعرفوا التفاصيل ديالها. قصتنا غدينا لمدينة لوس أنجلوس اللي موجودة في أمريكا. في 4/3/1980 الشرطة عثرت على فتاة قرب الشاطئ ميتة، كانت مضروبة راسها، عندها كدمات في الوجه كامل، محيدين لها الملابس بدون ملابس ومعتدين عليها. شكون هاد الفتاة؟ كيفاش وصلت هنا؟ شكون اللي دار ليها هاد الحالة؟ كلشي هادشي غنعرفوه في قصتنا. هاد الأثناء لقاو وحدها 2 كيسان ديال مشروب وقرعة، ولقاو آثار ديال السيارة، عجلات ديال السيارة، وهي ما باينينش لا نوع السيارة لا نوع العجلات. هزوا البصمات باش يديروا ليهم التحاليل، ولقاو عاوتاني بالقرب ديالها الصاك ديالها. ملي فتحوا الصاك لقاو الهوية ديالها، سميتها تريسا بروندوم، عمرها 20 عام، كانت ساكنة قريبة من الشاطئ، وهذا سيدل على أنها جريمة قتل. شكون اللي قتلها؟ علاش دار هاد الجريمة؟ شنو هي الأسباب اللي خلاتو يقتلها؟ هادشي كله إن شاء الله غادي نشوفوه في القصة ديالنا. الملاحظة اللي لاحظوا المحققين أن هاد الفتاة كانت باركة هي والصديق ديالها، كانوا يشربوا المشروب. كيفاش قتلها؟ واش بغى يتقرب ليها وما خلاتوش؟ واش كان شي خصام بيناتهم وبغى ينتقم منها؟ بزاف الملاحظات وهي ما عرفوش اين ملاحظه اللي غادي يتحكموا فيها. خدوا العنوان من الصاك ديالها باش يبلغوا العائله ديالها على الموت ديالها. ملي مشاو فتح ليهم راجل، سولوا على باتريسا، قال لهم الزوجه ديالي، خبروه بانه لقاوها ميته. بان على السيد بانه تعرف عليها هما باقي صغار. بدا هي اول حاجه يديروها المحققين بانه 20 عام، اول مشتبه به هو الزوج ديالها. طورت العلاقه ديالهم من صداقه الى علاقه حب، طلب منها الزواج، وافقت هي وهي بشرط. شنو هو الشرط؟ بان كانت عندها هي بنت قبل من روني، ما عرفتش واش زواج شرعي ولا بنت شرعيه ولا غير شرعيه. البنت كانت عندها 4 سنين. وافق هو، تزوجوا، عاش هي وياه. سولو قالوا لي شنو هي امتى اخر مره شفتي فيها باتريس؟ قال لهم شفتها 3 مارس، اي نهار قبل من ماتت. قال لهم جيت من الخدمه، قلت لها لبسي باش نخرجوا، مشينا عند صاحبي باش نسهروا. بعد ساعه هي ملات لانها كانت حامله، ما تشربش معانا، ما اندمجت معنا في الهضره وفي الضحك. ملات قالت لي بغيت نمشي، هو ما بغاش يمشي، لحات عليه باش يمشي. ناض هو كاعي داها، ركب في الطوموبيله داها، هودها. هي صاحبته غادي يهود معاها، قالت لي هود، قال لا لا انا غنرجع عند صاحبي. يلاه بديت معاه، يلاه بدات السهره وكل شيء، جيتي تخاصمت هي وياه. صافي حطها هي هودات ودار الدوره باش يمشي، هو يشوفها من المرايه ما دخلش الدار. مشات دازت غادا عند اختها، لان اختها كانت ساكنه حداهم. قال صافي راه مشات، راه تمشي عند اختها، تبقى باركه مع شويه، تشكى عليها وداكشي وغترجع للدار. قالوا لي ملي رجعتي من السهره واش ما شتيش، ما لاحظتيش الوجود ديالها؟ قالت لهم لا، جيت وما لقيتهاش. قلت يمكن راه باتت عند اختها. نعست في الصباح، مشيت للخدمه ديالي، قلت ملي غنجي لها ما لقيتهاش، قلت غنعيط عليها ونمشي عند اختها نشوفها واش كاينه، وانتم تجيو عندي. خدوا من عنده العنوان ديال اختها، مشاو عند اختها. نفس السؤال، امتى شتي تريسا؟ قالت لهم جات عندي البارح في الليل، شكات لي على راجلها، شربنا مشروب، شديتها باش تبات عندي، ما بغاش ومشات. صافي بقاو يسولوا الاصدقاء والجيران اللي حداهم الوقت اللي شافوها. مشاو عند الام ديالها، قالت لهم ما شفتهاش مده سيمانه هذه، ما شفتهاش. ما لقاوش شي دليل باش يدخلوا
القضية أو يبداو يفتحوا في القضية. الشبه الوحيد اللي عندهم هو راجلها. سولوه واش عندها شي أصدقاء، عندها شي صديقات، هذا قال لهم ما عندهاش أصدقاء، عندها واحد ولد عمها هو الصديق ديالها اللي تتكون زعما تتشارك معاه المشاكل والفرح ديالها وكلشي. مشاو عند ولد عمها قالوا ليه إمتى شتيها، قالوا ليه الوقت اللي زعما آخر مرة شتيها فيها. قال لهم هاد شي مدة ديال يومين ما شفتهاش، ما بقاش اتصلت بيها. رجعوا عاوتاني لشاطئ البحر يقلبوا لا لقاو شي حاجة، شي دليل، شي خيط باش يبداو القضية، شي حاجة. والو، ما لقاو حتى حاجة. والسؤال اللي مطروح بأن هي ما عندهاش شي سيارة، ما عندهاش السيارة ديالها باش تمشي هي لداك المحل. دونك راه شي واحد ركبات معاه ولا شي صديقة ركبات معاه توصلتها لداك البلاصة، وبركو سهروا وبدا شي زعما شي صراع بيناتهم وكلشي، وأدى إلى القتل. صافي ما لقاوش، وهي القرية اللي المدينة اللي فيها العائلة وديالها كلشي تيقولوا راه رونو هو راجلها هو اللي قتلها. تا ولاو مديرونجي بداك الشوفات ديالهم، داك التنعات ديالهم، فين ما دازو يقولوا هذاك راه هو اللي قتل مراتو، داك هو اللي قتل مراتو من بزاف. صافي البوليس ملي ما لقاو حتى دليل، ما لقاو باش يشدوه من حتى حاجه، تقفلات القضيه، ولات من القضايا البارده. 30 عام على القضيه بارده، ما بقاش، ما صافي نساوها. ومن مره لمره داك مركز الشرطه تيبدلوا المحققين وكلشي، ويجي واحد المحقق سميتو رونو. اول حاجه بدا بها هي الملفات اللي باردين اللي تنساو. جبد القضيه، كانت القضيه ديال تريسا، فتح فيها تحقيق من جديد. داك المنطقه حيت صغيره، ملي تفتح التحقيق كل هذاك المنطقه عرفات فتحت القضيه ديال تريسا. درك مشى يسول في عند الاقارب، عاوتاني بدا التحقيق عند الأقارب، عند سميتها الجيران، عند هذا. برك في القهوة يدخل عليه واحد المرأة بركات حداه وبدات تتبكي، قالت لي أنا عارفة شكون اللي قتل تريسا. قال لها أو 30 عام وانتي عارفة شكون اللي قتل تريسا وعاد جاية دركا تبكي باغا توريه لينا. قالت لي راه كنت خايفة ومهددة وفي نفس الوقت حشمانة على داكشي اللي طرا ليا. بدات تحكي لي، قالت لي أنا كنت عند صديقة ديالي وخارجة ماشية لداري في الليل، وهي توقف عليا واحد الطوموبيل، قالت للشخص اللي فيها، قالت ليه قال لها طلعي نوصلك، طريق خايبة وخاوية والظلمة. قالت لهم ركبت وهي ما لاحظتش بأن راه كاين واحد الشخص ثاني ورا الطوموبيل في الكراسة اللورانيين. صافي مديت ما جبت غاديين، هو يبدل الطريق، وهي قالت لي هذه هي ماشي طريقي، وبدات تغوت، لا ماشي طريقي، هذه ماشي طريقي. هو داك الشخص اللي وراها هو يدير ليها كمامة على نيفها، ما حساتش براسها حتى لقات راسها في الأرض بدون ملابس، متعدين عليها وتتسمعهم تيهضروا، ودارت راسها هي باقا ناعسة. قال ليه هو دركا قتلنا، اش غنديروا ليها؟ قال لي غنديروا ليها بحال اللي درنا تريسا. قالت لي ملي سمعت داك الهضره ما قدرتش تجمدت في بلاصتي، بقيت تنفكر اش غندير. شويه وانا نوض بديت نجري، ما تنشوفش من ورايا، تنجري تنجري تنجري، حتى شفت واحد الطوموبيل وقفتها وركبت معاها. ما مشيت لا عند الشرطه لا حتى حاجه، مشيت قعدت للدار، عمت، بدلت الحوايج ديالي وحشمت نقول شي واحد راه مشيت وتعداو عليا ولا داك. صافي وسكت، ما بقيتش جبت هاد القصة كاع نهائيًا، حتى سمعت دركا هي بأن تفتحات القضية ديال تريسا، وقلت لها ودا نبلّغ على داك المجرمين. الشخص هو روبرت أميدون. في عام 1981 هاد روبين تعدى على بنت أخرى من غير هادي، ومشى ديكلارات بيه، شدوه. ملي كانت المحاكمة ديالو للأسف البنت ما مشاتش للمحكمة باش تشهد بأنه هو اللي اعتدى عليها، وبهذا القاضي شاف بأنه بريء وخرجوه بلا ما تحكم بلا ما حتى حاجة.
1982 نفس الشخص روبرت تعدى على فتاة أخرى، ولكن هاد الأخيرة مشات ديكلارات بيه وشهدات في المحكمة بأنه هو اللي تعدى عليها وتحكم ودوز الفترة السجنية ديالو. دركا هاد روبرت فين غادي يلقاوه؟ ما عرفوا واش كاين باقي في المنطقة ولا سافر ولا مات ولا ما عرفوش شنو. بقاو يقلبوا يقلبوا وما يلقاو في نفس المنطقة، في نفس المنطقة مزوج والد بنية عايش الحياة ديالو هاني مهني ما عليه حتى حاجة. عيطوا عليه جابوه يتحققوا معاه في القضية ديال تريسا، قال لهم ما تنعرفهاش عمري ما شفتها، راهو التصويرة ديالها قال لهم لا عمري ما شفتها، أول خطرة تنشوفها هي دابا عمري ما شفتها. لكن لاحظوا بأنه باين عليه التوتر والخوف. قالوا ليه ماشي مشكل، درك غناخدو واحد العينة ديال السائل ديالك باش نقارنوها مع داك، إلا بقيتو عاقلين راه احتفظوا على السائل ديال اللي لقاو في باتريسيا وداك سميتو تريسا والبصمات لقاوهم مطابقين. صافي لقاو عليه القبض. كان في عمره في داك الوقت 62 سنة. دخل واحد المحامي عنده قال ليه خاصك تعترف، قال لي اعترف بأن ما كانش قصدك، لأن كان قصدك كون هذاك اللي كانوا قبل ملي تتعدى عليهم تتقتلهم، انت غير تتعدى عليهم وتطلقهم، هادي ما كانش قصدك باش تقتلها. وهكذا قال قدام القاضي، قال لهم ما كانش قصد ديالي بأنني نقتلها، وكانت غير درت انا وياها ودفعتها وطاحت على راسها. صافي وتم الحكم عليه بالمؤبد، ويمكن يخرج منه من هنا 15 عام بالإفراج المشروط. أما الشخص الثاني ما جابش، صاحبه اللي كان معاه ما جابش السيرة ديالو نهائيًا لحد الآن، هو باقي في الحبس لحد الآن ما عارفين شكون اللي كان معاه. بنت تريسا من داك الوقت كانت بحال سكان المنطقة ما تتهضرش معاه، ملي عرفت الحقيقة بأنه ماشي هو القتيل ديال أمها مشات اعتذرت منه وطلبات منه السماحة. ونكونوا سالينا القصة ديالنا، نتمنى تعجبكم وتدعموني. إلى اللقاء في الحلقة والقصة القادمة إن شاء الله.